كتير قوي مننا ناس بتبقى متلخبطة اعمل ايه في الشغل واعمل ايه في الكنيسة، وهل فعلا كرازتنا وخدمتنا بتقف اول ما بنخش الشغل ولا بنعمل ايه؟ هل الموضوع يستاهل الخسارة ويستاهل الريسك الكبير لما بنتكلم في الشغل عن المسيح وعن عمله في حياتنا؟ فخليكم معانا لاخر الحلقة عشان نتناقش في النقط العملية والاسئلة دي كلها. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست شارك، والنهاردة هنكون بنتكلم عن الشغل ودورنا في الشغل والكرازة في الشغل عاملة ازاي. ومبسوطين قوي يكون معانا مايكل. طيب مايكل، عندي سؤال. كتير قوي بنسمع انه الشغل مكان للشغل، والخدمة مكان للخدمة، لكن انه الناس تكون بتروح تتكلم عن ربنا في الشغل في محظورات كتيرة، وفي ناس بتقول انه لا، انا بروح الشغل عشان اكسب فلوس او عشان الكارير لايف بعيد عن ربنا خالص. فممكن اعرف رأيك في التفكير ده؟ بالعكس، يعني وجودنا في الشغل دي حاجة، يعني فرصة رهيبة اننا فعلا نشهد عن يسوع ونكرز عنه. المسيح نفسه لما صلى لينا قال: لست أطلب أن تأخذهم من العالم لكن أن تحفظهم من الشرير. وكتير قوي يستخدم انه انتم ملح الارض، انتم نور العالم. بالعكس، وجودنا في الشغل ووجودنا في وسط الناس بيدي المثل ويدي القدوة وبيدي الأفكار، وبيستخدم ربنا ده كتير قوي في إنه يشهد عن المسيح عشان الناس اللي حوالينا واللي بنحبهم يكونوا موجودين معانا ويكملوا الرحلة دي معانا. فبالعكس، وجودنا في الشغل دي حاجة حلوة قوي. اوكي، فكأن انا لو انا بقول يعني التفكير بقى اللي هو الاكستريم، انه لا مش هنتكلم عن ربنا في الشغل ابدا، كأن انا بقول انه ربنا مكانه الكنيسة، انا هتكلم عن ربنا في الكنيسة للناس اللي عارفه ربنا. تخيل لو انا احنا بنور قاعدين ليا. تخيل لو احنا قاعدين كده مجموعة كلنا بنحب ربنا، كلنا بناخد خلوتنا كل يوم الصبح، كلنا بنقرا في الكتاب 17 اصحاح في اليوم. الناس اللي بره دي مين هيوصل لها؟ مين اللي هيوصل للناس يكلمهم عن المسيح؟ ايه الفرصة اللي موجودة لزمايلي اللي موجودين في الشغل، وايه الفرصة اللي موجودة للناس اللي موجودين حواليا على فكرة في البيت، الراجل اللي بيوصل لك طلبات حتى في البيت، او الناس اللي حواليك في الشارع، البواب بتاعنا. مين هيوصل للناس دي؟ مين اللي هيوصل لهم الحقيقة؟ فلو احنا خلينا بس خدمتنا بس محصورة جوه حيطان الكنيسة، وبعدين الناس اللي بره يوصل لها ازاي؟ ده دوري انا. بس انا بصراحة بحس انه وانا في الشغل بره ان انا اعيش حياة تشهد عن المسيح وعن ايماني وسط كل التحديات والناس اللي ماشية عكسي والمبادئ المختلفة اللي بتزقني دايما الاكتر ناحية ان انا اعمل عكس ايماني. دي حاجة صعبة قوي. اعمل ده ازاي؟ وصفك ليها يا سارة ان هي حاجة صعبة، هي حاجة صعبة قوي، مش حاجة سهلة. وافتكر مش اللي جايين نقوله النهاردة انها حاجة سهلة وازاي احنا ما بنعملهاش. بالعكس، ان اعيش حسب المبادئ وحسب الايمان المسيحي اللي انا مصدق فيه والمبادئ بتاعتي في وسط عالم الكتاب بيوصفه كده انه وضع في الشرير، ابليس مسيطر عليه بشكل كبير قوي. اني اقدر اعيش المبادئ دي، ده حاجة مش سهلة خالص، بالعكس تحدي كبير قوي. لكن هو اختياري النهاردة هو ايه؟ هو انا فعلا مصدق المبادئ دي، ولا دي شعارات انا رافعها وحاططها على الحيطة بقول الامانة كنز لا يفنى؟ هو دي انا فعلا بحب الامانة؟ هو انا فعلا مصدق انه ده المبدأ اللي انا عايز اعيش بيه، ولا دي مجرد شعارات انا برفعها؟ لو ده مبدأ انا مصدق فيه، لو ده مبدأ بالنسبة لي قضية حياة او موت، انا لا، انا عندي مبدأ، ده مبدئي، فانا هدفع ثمن كمان في مواجهه ده. على فكره هتدفعي ثمن، هتدفعي ثمن. مش بقول لك الحياه هتبقى ورديه، بس هل انا يعني مبادئي المختلفة اللي انا بعيش بيها دي العكس الناس اقدر اسميها كرازة؟ دي انا في رايي ان هي اول طريقه واهم طريقه للكرازه. تخيلي لو انت النهارده مش بتعيشي بامانه في شغلك، مش محافظ على الحق كلمتك، وانت جيت كرازة تقول المسيح مات علشان يدينا حياة أبدية وعشان يغيرنا وعشان ينزع الخطية. يا راجل يعني انت لسه سارق أصدقك امبارح. ازاي؟ انت امبارح كنت بتعمل ايه؟ ولا كده بقت حياتي عكس المبادئ اللي انا بقولها.
فلو انا مش هعيش اللي بقوله، ارجوك ما تتكلمش عن المسيح. بالعكس، احنا بنشوه صورة المسيح. احنا بنتكلم على مسيح مش موجود، على مسيح ما غيرنيش. اذا كان ما غيرنيش انا، ازاي اقنع اللي قدامي انه ده ممكن يغيرك او يخليك انسان مختلف؟ من الناحية التانية I think انه هي كمان مدخل ان الشخص يسأل هو ده ليه، هو انت مختلف كده ليه، فممكن تبقى دي مدخل ان انا اتكلم عن بالظبط أوكي، عن كده. ربنا. هو ده اللي هيبقى المدخل، انه الناس ابتدت فيرى الناس اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. أوكي. ايه ده؟ هو انت ليه مختلفه؟ على فكره احنا عمرنا ما سمعناك بتقول كلمه غلط او بتقول لفظ غريب. هو انت ليه كده؟ انت مختلف عننا ليه؟ اول ما بيجي السؤال ده الباب اتفتح. ايوه الباب اتفتح عشان اشهد انا كده ليه. هو انا كده عشان انا شاطر؟ اوكي، يبقى انت بتكرز بالشطاره. انت كده علشان انت بتحافظ على المبادئ، يبقى انت بتكرز بالمبادئ. لكن انا كده لانه يسوع غيرني. انا في حاجه فعلا غيرتني جوايا، خلتني مش بعافر ضد الخطيه، بحاول ما اعملش الحاجه الغلط. ده يبقى انت كده شاطر وجامد. لكن بالعكس، انا في يسوع هو اللي غيرني. بمجرد ما بتكلم على ده، انا ابتديت اكرز، انا ابتديت اتكلم عن المسيح. انا ابتدت الناس، هو يسوع ينفع يغير بالطريقه دي؟ يا سلام بقى لو انا كنت وبقيت. يا نهار ابيض، انا بحكي قصتي، انا بحكي اللي انا عملته او اللي عدى في حياتي. انا كنت بعيد، انا كنت حد، لكن لما قابلته انا اكتشفت حاجه جديده خالص، غيرني بجد من جوايا. عارفين، في مره كنت بحكي كده مع شاب من الشباب وبيقول لي بص، انا نشأت في بيت، يعني البيت مسيحي، لكن ما كانش ليه علاقة خالص بربنا. وبعد ما كبرت، كل المجتمع اللي حواليا، كل السكان الشارع والمنطقة بتاعتي ما فيهاش حد مسيحي خالص. فأنا أعرف كتير قوي على اللي هو مش مسيحي، لكن قليل قوي اللي أعرفه عن المسيحي. أنا جيت المؤتمر ده وانبسطت قوي واتغيرت حياتي، وفعلا حاسس اني فرحان قوي. فعلمني بقى ازاي اكون مسيحي. ساعتها قلت له، في واحد راح سأل المسيح السؤال ده، وكان رد المسيح عليه انه ايه الوصايا، ايه الوصية الأساسية؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، ومن كل قدرتك. انت كل اللي جواك، كل كيانك بيحب الرب. والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. قلت له، انا لو عشت بالآية دي بس، انا بحب ربنا، مش عايز ازعله، انا عايز اعيش ليه، انا عايز وبنفس الطريقه انا بحب الناس اللي حواليا زي ما بحب نفسي. فاكيد مش عايز اذيهم، ومش عايز اسرقهم، ومش عايز اكذب عليهم، دي انا كده وصلت له ازاي يعيش كشخص مسيحي. مش هدفنا في الكرازه انه نقول معلومات، لانه المعلومات عاده بتقنع الفكر بس، وصعب قوي. يعني في الشغل وانا بشتغل كان عندنا 3 مواضيع ممنوع نتكلم فيهم. ممنوع نتكلم عن الدين، ممنوع نتكلم عن التوجهات السياسية، ممنوع نتكلم عن الكورة. لأنهم بيقولوا إن ال3 دول ليهم قناعات في فكرنا، صعب قوي إننا نتحاجج، نتناقش، نتفاوض فأوصل لك قناعة مختلفة. وبالعكس بتعمل تعصبات، وبتعمل حساسية، وبتخلي الناس تبعد عن بعضها. لكن لما بعيش ده، بيجي السؤال اللي انت لسه قايلاه، انت ليه كده؟ وده المدخل الكبير ليا. طيب عايز ارجع بقى للخسارة، لانه يعني ده في رأيي الشخصي انه ناس كتير قوي بتختار انه انا هكرس في الكنيسة، هخدم في الكنيسة، مش عشان ربنا بيقول كده بس، عشان دي اقل خسارة، اقل ريسك ينفع اخده هو ان انا اخدم في وسط الناس المخدومين العاديين. لكن في الشغل ساعات بيكون مكلف قوي. وحاجة أنا شفتها كمان في شغلي إنه مش بس الكلام ساعات بيبقى أوفنسيف للشخص اللي قدامي وبيهاجمه، لكن كمان أنا أفكاري بعيدة خالص. فلما بنتكلم عن الجواز بعيد خالص، بنتكلم عن الفلوس بعيد خالص. فساعات مش بيعرفوا يلاقوا الأرض، أو ممكن أخاف أو ممكن غيري يخاف إنه أروح الشغل وأفضل أنا قاعد لوحدي. الواد ده بتاع الآراء الغريبة، الواد ده بتاع المبادئ الغريبة، الواد ده بتاع الكلام الغريب. صح. فيبقى قاعد لوحده. مش بس كده، ممكن كمان لو أنا قلت حاجة حد مش مقتنع بيها، لأنه فعلا الدين بالذات حاجة سنسيتيف قوي وحساسة عند معظم الناس، يوقف لي كمان كبري في الشغل والنموي في الشغل. ففي تكلفة كبيرة قوي. هل تستاهل؟ طيب هقول لك إجابتين يبانوا عكس بعض.
واحدة من الحاجات اللي بنستخدمها علشان نثبت صحة الإيمان المسيحي والكتاب المقدس إنه في ناس زي التلاميذ دفعوا حياتهم تمن للشهادة بتاعتهم. مم. في تمن إن أنا أكرز بالمسيح، في تمن إن أكرز بالمسيح، وتمن مش رخيص، تمن غالي، تمن غالي. وهل أنا عندي استعداد أدفع التمن ده ولا لا؟ لو أنا مصدق في ده زي ما كنا بنتكلم من دقايق، ولو أنا فعلا اللي أنا مؤمن بيه ده حاجة غالية جدا عليا، وعارف إنه أنا بتكلم هنا مش على إيمان وقناعات، أنا بتكلم على حياة أبدية. أنت عارف اللي أنت ما كلمتوش عن المسيح ده إيه اللي حصل له في حياته؟ مات واترمى في جب الهلاك. فأنا بتكلم هنا على حياة الناس. فهل حياة الناس تستاهل إني أدفع ثمن؟ تستاهل إني أدفع ثمن. لكن على الجانب التاني، وده اللي المسيح بيعلمه لنا، إنه كونوا حكماء كالحيات ودعاء كالحمام. في شوية أنا بعض الأحيان بياخدني تفكيري وقناعتي كده إنه أنا بولس الرسول الذي وضع في هذه المؤسسة لكي يغير العالم. يلا نغير العالم. فابتدي بقى أتكلم أجريسيف وناشفة وصعبة على الناس إن هي تفهمني. فبالتالي الناس بتبتدي تنفر مني، وابقى لوحدي، وابقى حاسس انت مالك كده، وبالعكس ممكن يدخلني في مشاكل قوي كتيرة لاني استخدمت طريقة مش مظبوطة. لكن لو انا زي ما كنا لسه بنتكلم، لو انا عايش اللي بقوله ده والناس ابتدت تيجي تسألني، فبالتالي انا ايه الخسارة اللي هعملها؟ انا هنا مش بتكلم على الدين، انا هنا بتكلم على الحياة. انا بتكلم على سر الرجاء الذي فينا. احنا ليه كده؟ لانه يسوع المسيح عملنا كده. يعني ايه يسوع عملني كده؟ بحبه، مش قادر ازعله، مش قادر اعمل الحاجة اللي تضايقه، انا مش عايز اضايقه، مش عايز ازعله مني، فانا بحبه قوي. يا للدرجة دي بتحبه؟ بحبه جدا، ده اغلى حد في حياتي. في الحالة دي ايه اللي ممكن اخسره وايه اللي ممكن؟ ساعات برضو كنا بنفكر فيها انه انا دوري ان انا المصلح الكون، عارف، انا راجل بيحب الحق، فانا هقضي على الفساد اللي موجود في المؤسسة بتاعتي. هو ده دوري؟ هو دي الكرازة؟ اني اكون نور في المكان اللي انا موجود فيه، اني اكون بنور شمعة في أوضة كلها ضلمة، ده دوري انا النهارده. هي بتنور جزء بس بالزبط. مش عليا كل الشغل. بالظبط كده. والمسيح بيقول كده انه نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بكره هكبر، بكره هاخد مسؤوليه اكبر، هاخد مسؤوليه اعلى، فابتدي اعامل الناس بطريقه مختلفه، هيبقى عندي مساحه تاثير اكبر. اوكي، فاقدر كمان اغير في فساد، في حاجات زي كده. بكره هتبقى وزير، هتبقى رئيس، هتبقى مدير، هتبقى ليك دور اكبر، ساعتها يبقى لك دور تأثير اكبر ومسؤولية اكبر. لكن النهارده وانا لسه في مكاني ده، انا دوري ايه؟ ان اعيش الحق اللي انا مصدق فيه واللي انا مؤمن بيه، اني اثير السؤال ده في اذهان الناس حواليا: هو انت ليه كده؟ هو انت ليه مختلف؟ انت ليه مش بتعمل زينا؟ ما كلنا عايشين بالطريقة دي. لان انا عندي حق وعندي نور مختلف. شكرا، مش مطلوب مني اكتر من كده. انا فهمت منك يا مايكل ان احنا محتاجين نبقى حكماء. هل عندك طرق ازاي ابقى قادر اعمل ده غير اللي انت قلتها، من غير ما ابقى بخسر الناس اللي حواليا، ابقى بكرز من غير ما اخسر الناس اللي حواليا في الشغل؟ طبعا الطريقة اللي اتكلمنا عليها اني اعيش والناس تسألني دي الطريقة الاولانية. اوكي. لكن كل ما بعيش، كل ما بكون اكتر، ما بقول بعيش اكتر ما بتكلم، يبتدي الناس تسألك: هو انت بتحضري فين؟ هو انت اتعلمتي ده فين؟ طب ما تيجي معايا. الحاجة التانية طبعا الطريقة السهلة اللي يمكن بنستخدمها كتير قوي انه ندعي الناس على الاكتيفيتيز بتتعمل. انا عندنا مؤتمر الفلاني، عندنا الكامب الفلاني، ما تحبيش تيجي عندنا يوم رياضي، تحبي تيجي، ودول شلة صحابي، فهم عايزين يكونوا موجودين معايا. وعلى فكرة هم اكتر من انهم عايزين يكونوا معاكي، هم نفسهم يشوفوا المكان اللي خلاكي كده، المكان اللي خلاكي مختلفة بالشكل ده. فبيبتدي يجي
ايه ده، سمعت حاجه ساعتها بقى لما بيجي لي بقى في الكنيسه او بيجي لي في المؤتمر، في الرحله، في السفريه، ده خلاص بقينا في المجال اللي ينفع نتكلم فيه. هو بيسمع وعظه بتكلموا عن المسيح بصوره مباشره، يعني خلاص المعلومه بقت موجوده. فيبتدي يسالني في اللي سمعه، فيبتدي اقدر افتح معاه حوار واتكلم. المبدا اني اعيش، المبدا انه اكون، ان هو يسالني اني اكون مختلف، او اني كمان بقول له تعالى عارفين، تعالى وانظر، تعالى شوف اللي انا شفته. انا ده بطرس جه بالطريقه دي، تعالى شوف اللي احنا شفناه، لعل هو المسيح. فيبتدي يقول انت هو المسيح ابن الله. انت لو عندك اي خبر مفرح، لو عندك اي خبر جميل، عارف لو انت لقيت اوكازيون في مكان معين وبيبيع حاجات حلوة قوي بأسعار كويسة قوي، انت مش هتقدر تقعد ساكت عن الخبر ده انك ما تقولهوش لكل اصحابك وكل الناس اللي موجودين حواليك. لو عندك خبر انه النادي اللي انت بتشجعه كسب، ده انت بتملى السوشيال ميديا وبتملى كل حاجة. احنا عندنا احلى خبر انه يسوع ادانا حياة ابدية. احنا عندنا خبر الحياة، فازاي نقدر نسكت واننا ما نتكلمش عنه؟ بالعكس، انا هتكلم عنه في شغلي، هتكلم عنه في المواصلات، هتكلم عنه في البيت وفي العيلة، هتكلم عنه في الكنيسة، هتكلم عنه لاصحابي، هتكلم عنه للناس يمكن انا لسه شايفهم دلوقتي حالا. احنا عندنا خبر مفرح، عندنا خبر الناس كلها محتاجاه، وبدونه الناس بتموت. نشهد ونكون نور عن المسيح حتى لو كل الناس ماشية عكسنا، لكن ده ممكن يبقى بداية بيها نتكلم ونقول. فشكرا قوي يا مارك. شكرا ليكم. انبسطت قوي اني معاكم. واحنا كمان قوي.